9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوريكم أسباب اللي تخلي الموتور تيبقى سخون بزاف. إلا كنتي تتحط يديك فوق الموتور وما تتهزاش وتتحسها بالسخونية عادية، هذيك نورمال، الموتور تيبقى عادي سخون. أما إلا حطيتي يدك وحيدتيها في البلاصة، أن هذيك السخونية ماشي طبيعية، حيت الموتور ما خاص يكونش سخون حتى لديك الدرجة. اما الا حطيتي يدك وبقيتي حاطه عادي، يعني ما حسيتي حتى بشي حاجه، يعني الموتور عادي سخون عادي، يعني نورمال، يعني مزيان. ولكن الا حطيتي يديك وخرجتيها في البلاصه، يعني راه ماشي نورمال. يعني الديفو الاول تيقدر يكون هو العطل، تيكون بعض الخطرات تتكون الترموسطا هي اللي تدير هاد المشكل هذا. يعني تيبقى الثلاجة خدامة سون زاري، فهمتيني، تيدير هاد العطل ديال السخونية. او شي واحد دار الغاز ودارو زايد تيسخن الموتور، او ناقص الغاز تيدور الموتور، او لا غلط في النوع ديال الغاز تا هو تيدير هاد السخونية ديال الموتور، فهمتيني. يعني قبل ما الانسان ما يدير الغاز يقرا الريفيرونس ديال الموتور، فهمتيني، عادي يدير الغاز، والعبار ديالو تا هو راه مكتوب، الا ما كانش في الموتور غيكون في الثلاجه لداخل. يعني عادي يدير الغاز، حيت الا درتي الغاز كثر من القياس تلقى الموتور تيسخن، وتتلقى الجعبه تيكون فيها الثلج وتيسخن الموتور، وهاد القضيه هادي يقدر يحرق فيها الموتور، يحرق الموتور. الموتور والغاز راه ولاو غاليين، ما بقاوش كما كان بكري تشري موتور رخيص وتيطلع لك كلشي رخيص. يعني الموتور الا مشيتي بغيتي تاخدو شويه غالي، واللي غيركب لك تا هو اللي غيركب لك الموتور وغيدير لك الغاز تا هو راه غادي، يعني غادي تخلصو تا هو ثمن غالي، يعني كلشي تزاد. انا علاش غنتسنى ونخلي الموتور يبقى يسخن حتى يتحرق؟ ولا بعض الخطرات تيكون في كوزينه، تيكون حدا الفران وما تيبقاش يتنفس باش يبرد، حتى هو تيديرها، ومع المده الموتور تيمشي ما تيبقاش خدام. في هاد الحاله هادي حتى هي تدير الانسان، ويكون الثلاجه تكون بعيده على الحيط، حيت القضيه ملي تيكون الموتور خدام والشبكه سخونه، تتسخن الحيط وتترجع ليه عاوتاني السخونيه للثلاجه، الثلاجه ما تبقاش تسكت، تبقى خدامه ديريكت، حتى هو تيسخن الموتور. يعني بهاد الحوايج بحال هاد الحوايج هذا الانسان يرد لهم البال، فهمتيني. شي حوايج يكونوا بساطة تنوليو فشي حاجه كبيره، بنادم يرد البال شويه، فهمتيني، والامور غتبقى غادا مزيانه. وكاين عندنا واحد ديفو اخر عاوتاني اغلبيه الناس تيطيحوا فيه، ولكن ما تيردوش ليه البال، انه ما تيتسوقوش، حتى في الاخر تطيح المشكله عاد يبداو يقلبوا من الناس وهذا، والسبب راه كان في الاول بين عينيهم وما كانش رادين ليه البال نهائيا. السبب هو ان تيكون الضوء
ضعيف. وقيته اللي تيكون الضو ضعيف الموطور ما تيكونش خدام 100%، تيولي فيه واحد شويه ديال البنزين وخدام مزير. في هاد الحاله غنقلب الضو ديالي واش فيه 220، واغلبيه ولا البلاصه اللي كان راكب فيها بريز ديال الثلاجه هو اللي نقلبو. نقدر نلقاو بريز ديالو هو اللي فيه المشكل، لارونج تقدر تكون هي اللي فيها المشكل ضعيفه. ولا لقينا 220 راه الامور مزيانه، حيت الاغلبيه ديال الناس يكون عندهم الضوء ضعيف وتسبب لهم في خساره، حتى هو تيدير المشكل. الانسان يقلب يبان ليه الضوء ضعيف يجيب تريسيان، يعني فهمتيني، يقاد ليه الامور ديالو باش ما تسببش ليه بشي حوايج اخرين عاوتاني اللي غيولي ضايع فيهم. دايره ابسط الحوايج ديال ان الثلاجه راه فهمتيني، الثلاجه راه تتعلمك تلقى الموطور تيزنزان، المهم تيتبدل الصوت ديالو. كاين الاغلبيه ديال التلفازه ولا ديال شي حوايج اخرين راه تيمشيو، حيت هادوك كارطه. وإلا نيت كانت كارطه نيت ديال الثلاجه تقدر حتى هي ديرها تمشي لك. المهم الانسان يرد البال في بحال هاد الحوايج هادو. كاينين شي ثلاجات حتى هما بحال هاد الشكل هذا، حتى هو الموطور ديالهم تيسخن، ولكن عندهم طريقه اخرى، هو بحال هاد الشكل، يعني ما بعيد ما. بعد الخطرات هاد البياسه ديال الكليكسون والروري تماك بعد الخطرات حتى هما تيكونوا مضروبين، تدير البريز تيخدم واحد شويه وتتسمع ديك طق، حتى هو تيديرها تيبقى الموطور يزنزن، انت راك تسحبو خدام، تقلب البروده ما تلقاش بارده، تتقول حقا راه الغاز، وراه هو ديك الساعه راه الموطور تتودع فيه. هاد الثلاجه اللي قلت لكم اللي بعد خطرات حتى هو راه نفس المشكل، تلقى الموطور سخون، تتكون هاد الفرفاره هادي ما خداماش او مكوانسيه مع الغبره، الموطور تيبدا يسخن. يعني في هاد الحاله هادي خاصك ضروري تقلب هاد الفرفاره هادي، فهمتيني. الا كانت مقريبيه او موسخه راه غادي دير لها شويه الزيت وتقاد شويه الدور، اما الا تحرقات ولا شي حاجه راه خاصك ضروري تبدل هاد الفرفاره هادي، حيت حتى هي تدير المشكل. حيت لقيتها تكون خدامه ديك الفرفاره تتبرد الموطور باش ما يبقاش يسخن. الديفوات اللي قلنا لكم، الله يحسن العوان، الوقت اللي عايشين فيه راه شويه مزيره، كلشي غلا، كلشي من احسن بنادم يرد البال، فهمتيني. شي امور بساط بنادم ما يعقس عليهم، ما يعقسش عليهم. الراجل تا هو تلقاه تيضرب تماره من الصباح حتى العشيه، والصالير ناقص، تزيد تكمل عليه تا الثلاجه، المصاريف ديال الولاد.